اصحى يا نايم وحد الدايم، وقول نويت بكرة إن حييت. الشهر صايم والفجر قايم، اصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم. من منا لا يذكر تلك الكلمات، كاتبها هو الشاعر الكبير فؤاد حداد، وغناها الفنان الكبير سيد مكاوي. تلك الكلمات كانت عنوانا لشهر رمضان الكريم. وكلمة المسحرات مشتقة من كلمة سحور، وهي وظيفة أو مهمة يقوم بها شخص لتنبيه المسلمين ببدء موعد السحور. يحمل في يده طبلة وعصا ينقر عليها صائحا بصوت مرتفع: اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم. وقصة المسحرات بدأت في مصر منذ ما يقرب من 12 قرنا، وكان والي مصر العباسي إسحاق بن عقبة أول من طاف شوارع القاهرة ليلا في رمضان لإيقاظ أهلها لتناول السحور، فقد كان يذهب سائرا على قدميه من مدينة العسكر في الفسطاط إلى جامع عمرو بن العاص وينادي الناس بالسحور. كانت بداية هذه المهنة في بغداد، وانتقلت إلى القاهرة، وما زالت إلى الآن في المناطق الشعبية. كانت معكم مروة صالح.